هل دي اضاءه الجسم الحقيقيه؟ هل ده اللون الحقيقي للمنتج؟ ما نقدرش نقول اه او لا، ما نقدرش الا لما ايه اللي يحصل، نتاكد من جهاز عندنا يقول لنا ده اللون صح ولا غلط. يعني الانسان في الاخر او الشاشه ما تقدرش تقول لك 100% ان اللون ده صح ولا غلط، لازم جهاز او سوفت وير يقارن ده باللون الحقيقي ويشوف هو حقيقي ولا لا. يعني الانسان ما تقدرش تعمل، لان ممكن انت عينك يكون فيها مشكله او عيني انا كمصور فيه مشكله، فلازم نرجع لحاجه جهاز او برنامج هو اللي يقول لنا الكلام ده صحيح ولا لا. فهنعمل ايه بقى؟ نستخدم هذا الكالر تشيكر. بص ده جهاز اسمه كالر تشيكر، ده وظيفته بيعمل ايه؟ دي الوان في برنامج هنا عارفها، دي الوان موجوده في الورقه من شركه اسمها داتا كالر، في سوفت وير جاي مع الجهاز ده، السوفت وير موجود على الكمبيوتر، هو عارف درجات الالوان دي. فلو انا حطيتها في الاضاءه بتاعتي وصورتها ورحت رايح على البرنامج قلت له انا صورت دلوقتي في الاضاءه بتاعتي الالوان دي بالشكل ده، هو يقارنها باللي موجود عنده ويشوف هل في تغييرات ولا لا. طب التغييرات دي بتيجي منين؟ نوع الكاميرا بيغير الالوان، نوع العدسه يغير الالوان، نوع الاضاءه يغير الالوان، نوع الانفايرمنت او البيئه المحيطه تغير الالوان. فيبدا يقول لي بص انا شايف ان الالوان دي متغيره بقيمه مثلا -15، فانت محتاج تزود الالوان زائد 15.